بصراحة أنا مستغرب إزاي لحد دلوقتي مفيش مصنع كولمان أو صاحب براند كولمان معين عمل الفكرة العبقرية دي في 3 مشاكل كل واحد عنده كولمان بيعاني منها، والحل أرخص مما تتخيل. الفكرة دي ممكن تخلي أي مصنع كولمان يبيع أضعاف مبيعاته. ليه بقى لحد دلوقتي مفيش براند كولمان مياه عمل الحركة الذكية دي؟ أي حد بيشتري كولمان مية بيواجه 3 مشاكل. أول مشكلة لما بيجي يشرب من الحنفية، لو تلاحظوا في شوية مية بينزلوا على الأرض، فبيضطر يجيب طبق أو جردل أو أي حاجة شكلها مش ألطف حاجة تمنع نزول المية والتسريب اللي بيحصل من حنفيات الكولمان أحيانا على الأرض. تاني مشكلة، الكولمان بيبقى واطي فبيضطر العميل يشتري كرسي بلاستيك مخصوص علشان يرفع الكولمان من على الأرض. تالت مشكلة، الكوباية عشان تشرب فبيضطر يشتري برضه كوباية، فكل واحد بيجيب كوباية شكل وكرسي شكل وحاجة تحت الحنفية شكل، فالموضوع بيبقى مكلف وبيبقى المنظر كله عشوائي وشكله مش ألطف حاجة. طب تخيل بقى معايا لو براند كولمان مية نزل الكولمان ومعاه كوباية بسيطة كده شكلها حلو، قطع بلاستيك تركب تحت الحنفية بطريقة معينة كده وتكون بسيطة ما تكلفش تمنع وقوع المية أو تسريب المية على الأرض. تالت حاجة، كرسي بلاستيك بسيط كده، طقطقة محندقة كده بلاستيك متصممة مخصوص للكولمان بنفس الديزاين ونفس الألوان. كده انت لو نفذت الفكرة دي انت ما بعتش كولمان مية، انت بعت راحة وشياكة وحل كامل. والأذكى من كده في البداية ممكن تنزلهم هدية أو بسعر رمزي، فالناس كلها هتبدأ تتكلم عن البراند ده وهينتشر اسمه جدا. وبعد ما البراند ينتشر ويكسر الدنيا ابدأ اكسب من الإضافات نفسها. الفكرة دي ممكن تخلي أي شركة كولمان رقم 1 في السوق كله، مش لأنها الأرخص لكن لأن الشركة دي فهمت العميل أكتر من أي حد وحلت مشاكله. وده الفرق بين اللي بيبيع منتج واللي بيبيع تجربة كاملة متكاملة. فكر بره البوكس تسبق كل الناس، وسلام.